الرحمن الرحيم. اولا عيدكم مبارك وكل عام وانتم بألف خير ان شاء الله. تعيدوا بالصحة والهنا والعقوبة العام الجاي ان شاء الله. يكون العام ان شاء الله احسن، العيد الجاي احسن من هذا ان شاء الله. والله عندنا الفيديو هذا راح نتكلموا فيه على مع 3 جهات. نتكلموا مع المناضلين على التسوية، ونتكلموا مع الوضع اللي رانا فيه حنا، وعندنا كذلك رسالة لقيادة الأركان وعلى رأسهم الفريق الأول سعيد الشنقريح. أولا باسمي وباسم المناضلين التنسيقية والمنسقين الجهويين والولائيين نهني ونباركوا للمناضلين أو العسكريون المحالين على الخبرة أصحاب 10% الغير منسوبة اللي نسبوهم وخلصوهم، ما عطاهمش لانفاليد، عطاهم المنحة ب27% وعطاولهم شهرين. والله الكلام تاعي هذا نوجهه للناس اللي دات 10% غير منسوبة، يلتحق بالناحية تاعو باش يدير الطعن وترجع له 10% اللي كانت غير منسوبة ترجع منسوبة. الدين منحة هذه، وخلي العاطب لانفاليد كيما نقولوا من بعد يرحمها ربي. راك كي المعاش هذا راك تستخدم البطاقة تاع التأمين وتولي تروح للمستشفى، ولا كان عندك كانش ملف ولا عندك تفاقم مرض والله راك في السبيطار تجري وتزيد تهز ملف تاعك وتشوف على 10%. ليسونسيال انا نقول لكم بالبركة عليكم رجعتوا منسوبين للمؤسسة العسكرية وعندكم 2,700,000. هاد الناس اللي كانت عندها 10% الغير منسوبة، واللي ما راحش، اللي عنده 10% وما راحش، يروح باش يدير الطعن في الناحية. عندي كذلك واحد الرسالة باسمي وباسم المناضلين والمنسقين الجهويين والولائيين، انه السيد الرقيب الاول فوزي زكوط الشيء اللي صرا في الجزائر العاصمة امام وزارة العدل. والله يعني باسم انا ما تكلمتش مع المناضلين ولا مع المنسقين ولا اي واحد على الشيء اللي صرا في الجزائر امام وزارة العدل. يعني لحد الان انا نقول بدون تعليق، ومن بعد نرجعوا للكلام هذا واش نهضروا فيه، انه احنا واش قلنا، ونهضرها لكم هنا وبكل شفافية وبكل وضوح، والكلام اللي نهضروا نتحملوا. يعني انا لو كان انا سمعت والله كون فوزي هذا عنده مشكل مع العدالة ولا مع هذا القاضي وفلان وكذا على مهم على مستوى تيارتي فرندا ولا على مستوى تيارت، وقدم الانشغال تاعو والله قال واش صرا باش نروحوا للمرحلة هذه. دي المرحلة هي الاخرى تحرق روحك وتدير، ما زيدش انا الطين بلا والله يقولوا شامخ قالوا وشامخ وش دخلوا السيد دار. انا نهضر لكم الواحد نهضر مع واحد يكون عقلاني شويه، سبحان الله. كي دير حاجه ديرها براسك ولا ديرها باسم الفئه ولا باسم التسميه ولا كيف ديرها باه تعاطف الناس ولا باه تجي، ولا مادام هاد الناس راح تتعاطف معك شاورهم. كي تجي دير حاجه شاورهم، ان شاء الله ما عرفوش راح دير، قال عندي مشكل كيفاه نجي ونشوفوا الحل. كاين الرجاله كاينين الناس لاباس، ونوصلوا للحل ان شاء الله قبل ما نوصلوا لهذا الشيء اللي صرا امام وزاره العدل. ومش غير هو اللي عنده مشاكل في العداله ولا عنده قضيه، ولا كل واحد ومشاكله وكل واحد وظروفه وكل واحد كيفاه، ونعاونوا بعضنا ونقصوا على بعضنا ونشاوروا بعضنا باش نلقاو الحلول، ما يقولوش هذا او يهضر هكذاك ولا يدير. يعني مول العقل ديما هذا يوصل، مول العقل ديما يوصل.
ماشي اليوم غدوه، مي ان شاء الله من بعد ان شاء الله توصل. مي بصح ما نبقاوش هكذا، درك تتعاطف معاه زي، تروح للعداله تحكم زي، تروح للتحقيقات يقولوا لك زي، تروح للصفحات التواصل الاجتماعي تهضر زي، تروح ليه هو هاو مريض ربي يشفيه وان شاء الله يرجع سالم غانم لوالديه. منين تروح ما كانش ما تلقاش حاجه وتبقى بين قوسين نسكو من نسكو من نسكو من. هذه علاه هذه كامل راجعه للكلام اللي ما يتشاورش، واللي يحصل في حاجه وما يقولش وكذا. شوف المصير كيف يصرى وندخلوا في بعضنا بوريه، واحد يقول لك تعاطف، واحد يقول لك يشفى، واحد يقول لك يسهل، واحد يقول لك ما يسهل.